المهنة دي، المهنة اليدوية دي، صناعة التحرير اليدوي دي صناعة ممتازة جدا، وخاماتها غالية، وزبونها زبون من أحسن الزباين. بس النهاردة المهنة ابتدت تنقرض، لأن الخامات غالية، والمكن ما خلاش، يعني كل حاجة قلدها فيها، عمل شبيه ليها. فالنهارده المهنة دي يعني ابتدت تنقرض، لأن ما في اليد العاملة بتاعتها بقت ضعيفة، ضعيفة جدا. خمسة ستة في وسط مدينة، خمسة ستة في وسط مدينة. حتى الخامات بتاعتها بقت غالية، الخامات بتاعتها بدل القطعة بتاعتها بقت كنا نجيبها بجنيه، بقت ب 15 جنيه. فالنهارده حتى الزبون بتاعها ما بقاش يكافئها. بس للأسف إنها بتنقرض. ليه؟ الله أعلم، من الغلاء. اتجه أغلب صناع وترزية الجلابيب البلدي نظرا لقلة عدد لابسيها بالقاهرة إلى صناعة الزخارف بالسيرما في تبلوهات أو تطريز العبايات والجلابيب الحريمي، نظرا للإقبال المتزايد عليها، مما أدى إلى فتح أسواق جديدة لهذه المهنة بعد أن أغلقت أسواق الجلابيب البلدي.